في نوع من الناس مش بيأذوا مباشر ونيتهم مش وحشة، بس كل ما تتواصلي معاهم بتحسي انك خلصتي، طاقتك بتقل، نفسيتك بتتعب، وكأنك كنت ماشية على رجليكي وخرجتي من المكالمة زحفة. النوع ده من الناس بيستنفذك بشكواه، بتقليله من نفسه ومنك ومن الحياة، بيحط همه كله على كتفك ويمشي، ومش بيحس ان هو بيديكي طاقة سلبية كبيرة. وللأسف ده مش غلطه لوحده، لانك انت اللي سبتيله الباب مفتوح. لو عندك حد كده في حياتك، اعملي حاجتين ملهمش تالت. اول حاجة، حددي وقت وحدود للمكالمة والتواصل. مش كل وقت ينفع تسمعي فيه هموم حد، خصوصا لو انت اصلا مش متوازنة حاليا وفي حاجات مأثرة على نفسيتك. تاني حاجة، ما تحمليش نفسك دور المنقذ. انت مش مسؤولة تعالجي الناس ولا تشيلي عنهم اكتر من قدرتك، خصوصا الناس اللي بتشتكي وخلاص. احنا مش بنتكلم هنا على الناس اللي بيكون عندها فعلا مشكلة وعاوزة لها حل، احنا بنتكلم عن الناس الشكاية اللي بيحس بيكي هيخفف عنك، مش هياخدك معاه لتحت. الوعي مش قسوة، الوعي انقاذ نفسك من التهلكة بصوت هادي. اذا في حد بيعمل معاكي كده، ياريت تقولي لنفسك كفاية، وتعملي حاجة من الاتنين اللي قلتلك عليهم فوق.